يا احمد صلى على النبي، يا موحده بالله تصلى على النبي، اذكروا الله كده بدون اي كلام، كل حاجه كله هيكفي. يلا ما ترصش، يلا انا هرص انا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم حاليا من منطقه شبرا عند ابو انس. يعني الفرخه عنده بيقول ان هي ب 10 وب 12 جنيه، وكل الاسعار موجوده عنده هنا. ازيك يا ابو انس؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بنبيع. بتبيع ايه؟ فراخ. فراخ؟ طب ما تركز معايا. انا معاك. معايا؟ هنركز هنا الاول عشان ممكن نتسرق. طب انت لا ما تسرقش، عيب، ده كله ده زباينك. كلهم زباين. لا كله زباينك. بقالك معايا قد ايه؟ تعالى. بقالنا سنين معاه والله. بقالك سنين؟ جاي انا هاجي لك. طب قول لنا بتبيع الفرخه بكام؟ لان انت بتقول الفرخه ب 10 يا راجل، في فرخه ب 10؟ ب 10 جنيه اقسم بالله من غير كلام. 10 جنيه. ب 10 جنيه؟ 10 جنيه وصاحيه وسليمه عشان مفيش اي كلام تاني. كده خدت واحده وهي واحده. يعني عند ابو انس الفرخه ب 10 جنيه. ما تدي انت كده مش مركز معايا خالص. انا معاك يا باشا. معايا تبيع برضه تبيع. محمد واحده كم واحده؟ يلا يا محمد. 25 صغيره. يلا والله ما هكسفك. يلا طبعا مشاهدينا الكرام، يعني الفرخه عامله عند ابو انس 12 و10 جنيه وب 10 وب 20 زي ما هو بيقول. يعني بس المشكله ان هو يعني عليه زحمه جدا. رسول الله صلى على النبي، بس اذكروا الله كده. حاضر يا حاج. محمد حاضر علي. حاضر وادي اثنين يا حاج. طب يا ابو انس، صلى على رسول. بتبدا يومك الساعه كام؟ طيب ايه دي سيبوها انتوا الاثنين، انت شويه وهي شويه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ والله زيت عليه والله العظيم ومكرونه. طب انت عصفور. طب انت عندك فراخ وبتدي فراخ، ايه جاب الزيت بقى والحاجات دي جنبها؟ بنضحي الناس غلابه كتير. طيب انت بتدي عرض عليها ولا بتدي كل يوم على كده. طب الفراخ دي بتيجي منين عشان الناس قلقانه؟ انت بتذبحها؟ هات الكباب والقوانص يا عم. يلا يا ابو انس، اللي عاوز بط بشيل، اللي عاوزه بط هي. اللي عاوزه بط واحد. هات الكباب والقوانص انت وسيب ابو احمد ينزل في الظهر. يا ابو انس محمد صلى على النبي. انا همشي اللي جاي من بدري الاول. صلى على الصبر. الله عليك يا ابني. حاضر. عايزه يا حاج. اثنين بكام؟ في ب 20 وفي ب 30 وفي ب 10 وفي ب 40 في اللي انت عاوزاه. امشيك يا حاجه. دي ب 40 كيلو ونص. يلا بص يا ديكي مكالمتي ليكي عطلتنا قد ايه؟ 40. طبعا مشاهدينا الكرام، اثنين وعليهم واحده. اثنين وعليهم واحده. احنا من المنطقه. يلا هنعمل ايه طيب؟ يلا مشاهدينا الكرام في كل مكان، يعني عند ابو انس هنا الناس يلا عشان هتعطلنا احنا كده. من منطقه شبرا الخيمه. هنعمل ايه طيب؟ من منطقه شبرا الخيمه. يعني الفرخه عنده يعني بتبدا من 10 جنيه. بتبدا يومك الساعه كام يا ابو انس؟ ببدا من 9 الصبح 8 الصبح. يا حاجه انا هعمل لك اللي انت عاوزاه من غير مد ايد. من غير مد ايد. هات يا حاجه 80. خلاص يا تبيعوا بقى عشان احنا عمالين نحرق. وادي واحد لسان عصفور دي مني. بتبدا يومك الساعه يا ابو انس؟ بتبدا من الساعه 10. بتبدا من الساعه 10. انت بتبيع حاجه ثانيه غير الفراخ؟ بقول سيات ب 30 جنيه فريش. الكيلو ب 30 جنيه؟ 30 جنيه فريش؟ بقى ب 50 جنيه. تمام. انت بتذبح الفراخ هنا ولا بتذبحها فين؟ طازه يوم بيوم وساعه بساعه اول باول. مفيش ثلاجات عندنا ولا في الكلام ده. بتذبح كم فرخه؟ كم فرخه في اليوم؟ كم بتاعت ربنا. يا محمد والله هنذبح اهو. بص يا ابو انس بتذبح ايه؟ بتذبح ايه؟ على فكره محمد على طول بيذبح. بس هو بيعمل عروض كل فتره. هو مش اول مره. بيعمل كذا مره عرض. انت اول مره تصور معاه؟ اول مره اصور معاه. مش اول مره، ده على طول بيعمل عروض. على طول؟ كل على طول بيبيع، بيدي زيت وبيدي سكر وعلى طول بيتزود. مش عشان انا سمعته من سنين، من ايام ما كان فارس. ربنا يرزقه. لا وحده بالله. لا اله الا الله. ماشي. اقول لك انا ترد على الناس ليه اللي مشككه في الفراخ؟ تقول لهم ايه؟ مشككه؟ المشككه والله تيجي تشوف الفرخه بتذبح قدامها صاحيه. يا ابني الفرخه دي كده يا ابني اهي صاحيه هي. ممكن تاخدها. ب 10 جنيه. انت عايز ايه؟ هو بيدي الفراخ واخده ب 10 جنيه وعليهم هديه زيت وعليهم سكر ورز ومكرونه. ثواني كده ثواني بس ثواني. اول مره. اول مره يسوي.
اول مره انت اول مره تصور. لكن احنا كل يوم بنعمل هذا الكلام ده، كل يوم هذا انت الكلام عندك ده. بط كمان؟ عندي بط. تعالى طب هو بقى اللي يجي. انا هقول من اصلا مستنيين. ايه طب في بط كمان النبي بيقول لك اكازيونات والغلبات فرص يا ماما من هذه ثانيه كده. يلا يا ابني. الكيلو ب 30 الكيلو البط. وحد الله. 30 على الله على الله. كله صحيح. ايوه يا باشا. بعيد عني. هو يا عمنا افتح يا عمنا. وحد الله. ماشي يا حاج حاضر. خد. هروح اجيب الواد يا محمد. بالذات ولا ايه؟ لا بالسيف. خد يلا. يلا بقى روحي والمصحف عشان بحبك تيجي تقول. ساعات باجي ما بلاقيش حد باخد منه. ينضفوا فيها. بتيجي هنا من امتى؟ انا دي 3 سنين 4 سنين اعرف محمد. وبلدياتي كمان. ماشي. بتجيب الفراخ دي منين يا محمد؟ يا ابو انس. مطروح، اسيوط، منيا، اي جميع محافظات مصر. نظام الرز والزيت اللي بيكون على الفراخ ده. الناس يا عم، الناس كلها غلابه يا عم. وبعدين الحمد لله بتبقى مجازيه معانا ولما همها معانا. لف شوف شغلك. ماشي. لف شوف شغلك. الحمد لله والناس كلها غلابه. الحمد لله بتبقى مرضيه معانا. بترزق معاكم الحمد لله. الناس بتسأل على مكانك فين؟ انا مكاني شبرا الخيمه. فين؟ اي حد شبرا الخيمه معروف دولي. معروف هنا بايه؟ باسم ايه؟ محمد سمكه بقى. الفراخ هنا سعرها رخيص جدا وكمان بيدي عليها زيت. بيدي عليها كمان سكر وعذرا مكرونه وزيت هنا. ويعني اكيد اللي بيقول الفراخ مش سليمه اكيد هنا هو بيجي يجي يشوف هنا الفراخ اللي بيذبحها ونظامها ايه. يعني هو بيذبح هنا قدام الناس وبيقول لك. عايز تقول ايه يا ابو انس في النهايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الناس ظروفها تعبانه. تمام. عايزين نتصرف في حاله الناس. مش كل تاجر جشع حط 5 جنيه و10 جنيه على الكيلو. ممكن 2 جنيه وتكسب، ممكن 3 جنيه وتكسب. ارفع. خد يا محمد. فاهم قصدي؟ ممكن 2 جنيه تكسب، ممكن 3 جنيه وتكسب، ممكن 5 جنيه وتكسب. تمام؟ مش لازم نحط بال10 وبال20. وبعدين احنا ما بنبيعش بميزان. معايا ما بنبيعش بميزان. يعني اللي عايز فرخه من غير ميزان بتاخدها. يعني عشان ولا حد يقول لك بيسرقوا بميزان ولا حد يقول لك بينفخوها ميه زي ما بيقولوا ولا الكلام ده. طب الناس تقلق لو ما فيش ميزان يا الناس تقلق يا ابو انس؟ طول عمري ببيع بالواحده. طول عمري ببيع بالفرخه. المعروفه الفراخ بالكيلو مش بالواحده. لا انا ببيع بالواحده. الفرخه ب 10 ب 20. وعندنا برضو بط ب 40 جنيه الكيلو. عندنا فرخه بلدي ب 28. عندنا عتايه ب 28. تمام. يعني الفرخه برضو ببيع من مقدورين 70 65 50 40. اللي عاوزه فرخه ب 30 جنيه وهتطبخ هتطبخ. الناس بتقول لك ده شيء لا يصدق في التعليقات. اكيد فيها حاجه. تقول لهم ايه دول؟ يا باشا والله جرب وانت تحكم. قول له انت ما بتجيب فرخه من عند كبابجي بتشوفها قبل ما تتشوي. تاكلها وبتستطعمها على شويها. تبقى شويه الطابل هم اللي بيحلوا اي حاجه. تمام. لكن احنا يا صاحيه قدامهم اهي. بعدين فاتحين بقالي سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. الحمد لله. لو شيء لا يصدق ولا في اي حاجه احنا مش هنكمل. خلي بالك 3/4 الزبائن اللي واقفه ديت كلهم ناس نظيفه وكلهم ناس شبعانه وفيهم وموظفين وفاهمين هم بياكلوا وعارفين هم بياكلوا ايه. لو فيهم ضرر 1% مفيش واحده هتقف اللي هي تشتري حاجه تضر عيالها ولا الكلام ده. عشان تبقى فاهم. والناس ما بقتش عبيطه. الواحده اللي بتاخد فرخه بتقعد تقلب فيها ما كانتش تيجي على مزاجها وعلى مزاجها مش هتاخدها ومش هتيجي تاني ولو والله. زباينه شك في فراخه. انا لازم اسال السؤال ده. لا ما تجاملهوش. لا حقيقه دي حاجه اكل. اهم حاجه الفراخ كويسه بغض النظر عن سعر ولا اي حاجه. كم سنه ولا معايا كمل معايا يا ابو انس كمل. انا عايزه الناس هنا يعني عارفاك بالاسم وعارفاك يعني بالطبع والشخصيه وعارفاك انك مرح شويه. بقالها سنين. وانا ما قلت لك من ايام ما كنا هنا اللي معاه فلوس بديله، اللي معهوش فلوس بديله.
اللي عاوز لاخر الشهر والله بياخد، المره عاوز اللي بعد فاتت سنة مجاني، بياخد، في اللي اقسم بالله ما بيجيبش كان معايا خالص. فلوس بس انا والتاني. النهارده مش المرة اللي هلاقي. فاتت اقسم بالله المره اللي فاتت ما كان معايا فلوس والتاني. صح يا ابو انس؟ وقال لي خد، قلت له قلت عايزه كبده، قال لي خد. اقسم بالله انا ما بص عندنا بطه ب 40 جنيه سوبر لوكس اهوت. بط صحي كمان قدامك بسم اهو. الله ما شاء الله. كانت لسه صاحيه دلوقتي. ذبحت قدامك. الحمد لله. وادي جدتها هي برضه. بطيه بتعمل 100 جنيه 80 جنيه، يعني البطايه اساسا بثمن فرخه. الفراخ بره ب 42 و 45. ده الكيلو. عشان تجيب فرخه 2 كيلو هتجيبها بكام؟ ب 90 جنيه بثمن بطايه. لا احنا هناخد بطايه 3 كيلو وبال 100 جنيه والعيال كلها تاكل وتفيد كمان يومين 3 في البيت. والفلوس معاها مش راضي حتى ياخدها مني. هي تاخد ازازه زيت هديتها عشان هي عدد الاوردر بعد 200 جنيه. طب محمد اهو. هات بص فراخ جت تحت التوك توك وطلعت سليمه اهي. عشان بقولوا ايه ما حدش يبدا يتكلم تاني. انت بقى بتعمل يوم في الاسبوع ولا كل يوم؟ كل يوم البانيه ب 50 جنيه النهارده. في بانيه ب 50، البانيه ب 80. دلوقتي وهتشوف وهتقطع قدام. يعني انت عندك البانيه كمان ب 50 على فكره. الكبد والقوانص بس هو العرض يبقى نص كيلو بس. مصطفى اهو في ايدي وهاخد الفراخ. كيلو تاني اهو. طيب الفراخ لو جلت هتفضل انت زي ما انت كده؟ انا زي ما انا جيت عليا ايام بعت فرخه ب 3 جنيه. اسال الناس ايه؟ بكام؟ بلدي اللي حضرتها معايا بلدي ب 3 جنيه اقسم بالله. ده ليه بقى؟ كان فيها حاجه؟ ولا فيها اي حاجه. والله العظيم قبل ما بديها للزبائن بكون مروح منها لبيتي واكل منها انا وعيالي. الحمد لله. ماشي يا ابويا. فراخ بره يعني ايه؟ العيب مش عيب بقى لا تجار ولا عيب محلات. امال العيب ايه؟ العيب عيب بورصه. سيبك من البورصه يتقال لك 40 جنيه لا بس التجار برضه ب 40 جنيه بتروح تجيب اقل 5 و7 و8. لا التجار برضه عاوز اقول لك ان كل تاجر بيبيع بسعر. اقول لك كلمتين. يعني انت بتبيع بسعر دلوقتي. الفراخ النهارده مثلا بورصه 37، هي مش 37 تنفيذ، لا انت بتجيب اقل. ممكن تخش على صاحب مزرعه تجيب اقل 10 جنيه و12 جنيه في الكيلو. ما ممكن يكون هو عنده عرض اكتر ومش عارف يبيع. لا ما عندوش عرض اقول لك انا بقى القصه. فعشان كده هو عايز يتخلص منها. لا انا اقول لك القصه بتبقى فين. هو بيبقى مديون وعليه علف وعليه مواعيد بالشيكات وعليه مواعيد بالصرف. بيضطر اللي هو يبيع. لو هيبيع بص بخساره 100,000 50,000 بيبيع. وهي بقى بتبقى لعبه التجار بقى. في اللي جايب رخيص بيبيع رخيص وفي اللي جايب رخيص وبيبيع غالي. اللي بيعرف بقى بيلعب يلعب. هو سوق اسطول الجميع. وهي ارزاق. وهي ارزاق بتاعت ربنا قبل اي حاجه.